بصوا يا بنات الجمال بعد ما استوت، ولا ديت ريحتها حكايه. بصوا الجمال والطعامه. غمسي بقى، بعملي سندوتشات عيش فين وغمسي بقى، اعملي اللي انت عايزاه. بنص كيلو عملنا اكلتين، تخيلوا. بصوا الجمال. متنسوش تتابعونا بقى وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من جديد من انواعنا واشكالنا وتكاتنا وحركاتنا. ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايبين لكم، هنعمل لكم اكلتين، مش اكله واحده، اكلتين. تابعوا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وجديد من اعاده تدويرنا ومن اكلاتنا ومن تكاتنا ومن توفيرنا ومن كل حاجه عندنا، كل الخروجات بتاعتنا ومراجعنا وكل حاجه اللي اتكلم. تابعونا لحد الفيديو لحد الاخر. ده نص كيلو كبده، هعمل منه اكلتين. هتعمل منه اكلتين يا محمد؟ هعمل منه اكلتين، يعني كبده نوعين. ده النص كيلو كبده، وده طبعا فلفل زي ما انت عايزه كتير، بس انا اولادي بيحبوا الفلفل عشان كده ايه مزوده الفلفل. ودي بصلايه، ودي برضو قرنين فلفل، وده توم. الكبده نوع من نوعين الكبده دول بموت فيها، يعني التوم بحس ان هو اللي بيخليها كبده، وفعلا كله بيشكر فيها اللي انا بعملها. بس انا مقتنعه الحاجه الوحيده اللي بتحليها الكبده اللي هي اسكندراني، يعني اللي التوم، عشان كده بحط توم على قد ما اقدر، راس كبيره خالص ماشي. لكن هتتابعوا، يعني هتشوفوا الكبده دي بنحط لها قد ايه والكبده دي بنحط لها قد ايه. طبعا ده الراجل اللي عطوهوني ماشي. هنكبه، انا ما بعتمدش عليه يعني، بس قلت يلا ما يخسرش. اي حاجه فيها توم انا بحبها. يلا بقى نشوف الكبدتين بتاعتنا هينعملوا ازاي. معانا اهو كده واحده وكده واحده ماشي. واحده منهم هتتعمل بالزيت، حط زيت بقى، انا بحب احط زيت كتير وسيبه يتقدح، اهم حاجه يتقدح جامد جدا. هنطشوها زي ما بنطش اللي هي الملوخيه اللي هي الاسكندراني. دحي الزيت كأنك هتحمري بطاطا. دي بقى نحط لها سمنه مش زيت. انا ما حطيتش سمنه كتير عشان هحط الحتت البيض دي، فاهمين؟ ودي سمنه ايه؟ بلدي. ديت ادي البصلايه، نسيبها شويه كده البصلايه. دي لسه بقى اما الزيت يتقدح. هناخد الجزء اللي هنعمله بالبصل. مش عايزين بالبصل كتير لان ايه واحد بس اللي بياكل اللي بالبصل دي، وكل مره بعملها وبتفض منها ومحدش بياكلها. دي حطينا فيها شويه من ده، انا معرفش اسمه بس عشان اولادي ما بياكلوهوش هنا ما حطيناش ماشي. توم بقى، حطي توم على قد ما تقدري، التوم هو اللي بيحليها، التوم هو اللي بيخليها حاجه كده تحفه. دي برضو حطينا لها حته اللهم صل على النبي، توم صغيره. دي يا دوبك قرنين فلفل. على فكره دي برضو بتبقى جميله، بس ايه بقى اللي ليه مزاج ياكلها، يعني في ناس بتحب كده 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 وفي ناس بتحب كده كده. دي
دي كده تعتبر خلاص ماشي. هنحطها على نار هاديه بقى ماشي، ونغطيها كويس ونسيبها تستوي. هي دي اهم تكه في الكبده، اهم تكه في الكبده. بصوا الجمال، شمين الريحه، الريحه فظيعه 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 فظيعه. الطشه زي طشه الملوخيه كده، هي دي طشه الكبده، هي دي احلى حاجه يعني، اهم تكه في الكبده. الملح بقى حسب الحاجه، حطي بقى اللي انت عايزاه. عندك فلفل اسود، بس انا حاطه فلفل حراق عشان كده ايه حطيتش توابل. برضو دي كمان على نار هاديه وتغطيها كويس تستوي وبس كده. بصوا الجمال، بنص كيلو عملنا اكلتين. ايه رايكم بقى؟ بس تستوي بقى بس كده. بعد ما يستووا بقى نبقى نشوفوه.